بسم الله الرحمن الرحيم. مناهج أهل الإلحاد وقواعدهم في بث أفكارهم الخبيثة. أهل الإلحاد وأهل العلمنة وأهل الحداثة يريدون أن يشككوا الناس في عقائدهم، وأن يبلبلوا أفكارهم، وأن ينشروا الإلحاد بين الخلق، ولكن بأي أسلوب، أي طريقة؟ بالعلم؟ لا علاقة لهم بالعلم البتة، بالبلبلة، بالمراوغات. واش يقدروا أهل الإلحاد يثبتوا لنا نظرية، يثبتوا كيف بدأ الخلق؟ كيبقاو مساكن كيخبطوا باش من دليل، باش من حجة، من أين لك، واش من مصدر اعتمدته، كي يجنحون إلى المراوغات والتلاعبات. واحد البليد قال بعض الجرائد المغربية، قال مسألة البرزخ هذه مذكورة في كتب الهنود القدامى. تبت هذا الكلام ودير مقارنة أيهم الطرف الآخر، وهل تسلل هذا إلى بلاد العرب قديما؟ ولماذا محمد بن عبد الله وحده لم يذكر هذا شاعر ولا خطيب ولا يعطينا هذا؟ تكلموا معنا، ما قلت ليه بليد حتى بعيد عن المنهج العلمي، وأبلد منه وأقبح. هذا الدحماز العصيد قال لك تحرميات الإعجاز العلمي، هذا اللي كيف فيهم التلاعب كنستعمل معهم التلاعب، كنقول ليه أنت كلب عاوي وأنت هو ولد الحرام. لقينا المنهج العلمي كنتعاملوا مع رجال ولو كانوا مخالفين. المتلاعب نعامله بنفس طريقته، لأن منهجه الساقط لا يسقط إلا بطريقته. واش دابا أنا أقول للملاحدة، واش الإلحاد والإنكار، ولا الإلحاد هو نفي القدرة بالقدرة؟ لا، علاش البحر مالح حيد الملحة. إنكارك للشيء لا يساوي شيئا. نفي القدرة بالقدرة، الله خلقك خاضع للجاذبية وهذا هو معنى العبودية الكونية القهرية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد حصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ديال العبودية القهرية الكونية. ما تقول أنا لست عبدا باش تنال العبودية الشرعية الإرادية، هذيك راه حاجة عالية. خرج عن هذه الدائرة ديال القهر. يلا، فلا غتكلم عن الإلحاد، القدرة بالقدرة، تحدى الجاذبية، تحدى هذه المسائل. الله تعالى خلق لك عينين، دير 4، دير 8، ديرهم في أي مكان في الجسم. فهم لا يستطيعون شيئا إلا الإنكار، والنصارى ما في عظم. واش كاين شي حجة؟ واش كاين شي برهان؟ واش كاين شي دليل؟ هل تستطيع أيها الملحد نفي القدرة بالقدرة؟ وهل تستطيع تقديم نظرية علمية توصل إلى درجة قانون بالحجج كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وإلا فكلامكم سراب في سراب، وخيال في خيال، وجهالة في جهالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.